طيب ازيكم نراجع ازيكم كيو ليفين في فيديو جديد. في الفيديو دوت هشرح لكم لعبة موجن او لعبة موجن او ايا كان لعبة شروط جديدة. في البداية هنبدأ مع تفتيح الباكيجات ماشي، وده حساب مش حساب اساسي، عشان حساب اساسي خلصت الباكيجات كلها وما طلعليش اللي هو اعلى واحد اللي هو ماشي فليم كويس. الفليم يعني يا جدعان اللي يطلع له فليم او ساوند ما يغيروش يعني بسرعة، عشان الحاجات دي مش ممكن يطلع لك اوحش حاجة. اهو شوكا ويف الحمد لله من اولها ماشي. فعامة انا هجرب معاكم بقية الاساليب وهجرب معاكم الاساليب كلها واوريكم واقول لكم اني احسن واحد فيهم يعني. ماشي هنخلي شوكا ويف ده بعدين وبجربه ماشي. ولكن دلوقتي هنبدأ مع الاسلوب اللي هو بتاعي دوت اللي هو اول واحد الدم ده معرفش او اسلوب اللي هو ده اللي هو الايبك ده ماشي. فخلي صاحبي ماشي انا مستني ماشي. قبل ما تبداوا يعني حطوا لايك واشتراك، ويعني اتمنى تدعموني يعني في الفيديو دوت وعشان استمر في اللعبه دي، عشان ما اعرفش الصراحه هتجيب دعم ولا لا. لو جابت دعم حلو هكمل فيها ماشي. فاللعبه ان شاء الله يعني هتبقى لعبه حلوه يعني ماشي. انا ما جربتش كتير، انا لعبت فيها شويه صغيرين يعني وفتحت باكات وكده، بس يعني ما لعبتش فيها كتير. فيعني مش تقول انا مش محترف قوي، فيعني عادي ماشي. صح ما هو جه. تعالوا نجرب السكيلات واحده واحده ماشي. هو مع برضو هو كله جاله الشخصيه الا انا ماشي. عامه دي الكليكات العاديه. بصراحه الشخصيه كليكاتها حلوه بالنسبه للشخصيه ايبك، يعني المفروض ان الشخصيات الايبك تبقى وحشه يعني ماشي. دي السكيلة الأخيرة، والسكيلة دي مش عجباني أوي بصراحة أنا يعني مش عارف بصراحة. العربيات مالها، افتكروا إن في كلاكس النهاردة ولا إيه؟ المرة الأولى مش عجباني عشان مش بتمشي معاه، والمرة التانية التالتة دي أحلى واحدة قصدي يعني. المرة الرابعة مش حلوة، المرة التالتة حلوة أوي ماشي. تعالوا نجرب المرة التانية، بس تقريبا المرة دي مش عارف، أيوة المرة دي وحشة أوي ملهاش أي لازمة. المرة التانية دي أوحش واحدة ماشي. وبالنسبة للمرة الأولى فيعني مش أحسن حاجة بصراحة. يعني المرة الأولى بص يا جدعان عادية عادية خالص، وحشة وحشة ماشي. ولكن بصراحة بحيي تشيرولو إن هو عمل اللعبة دي ماشي. ويعني حط لايك واشتراك ماشي. ويعني لو عجبك الفيديو حط لايك واشتراك، ولو ما عجبكش الفيديو حط لايك واشتراك برضه، يس انت مش خسران حاجة يعني. يا اسطى اخلص يا اسطى. هو بص بصراحة المهارات بتاعته وحشة أوي، مش عاجبني الستايل ده ماشي. فهروح اجيب ستايل تاني وارجع لكم. مش نجلس صديقنا بس الاول، تعالى ابلع ماشي. هدخل لكم بقى بشخصيه جديده ماشي. الشخصيه اللي بعد كده وهي احسن شخصيه تقريبا. الساوند دي مش احسن شخصيه يعني، في شخصيه احسن بس انا حاسه ممتع يعني ماشي. فيلا اندرا. معلش يا عم اندرا الحقيقي، ده اندرا التقليد، ده اندرا المصري. معلش يا جدعان طلع في خازوق ماشي، ان التصوير طلع ما سجلش الساوند والفليم، فانا رجعتهم تاني يعني، خرجت واصور لكم يعني تاني ماشي. عامه دي مهاره اولى يا جدعان، مهاره فخمه فخمه فخمه، تعمل من اي واحد فيها بطاطس بصوابع او بفتك باللحمه ماشي. ما سيبكم من الكلام اللي بقوله، كل المهارات بتاعته جامده بصراحه، والمهاره دي احسن واحده فيهم بصراحه. ما بتكملش اصلا اللي هو ايه، انت حتى لو عايز توقف ما بتوقفش، اللي هو ايه وسع الطريق يا ابني عشان مبشوفش قدامي، حرفيا حرفيا. بص والمهارتين يعني المهارتين اللي في النص حلوين برضو، هما مش احسن حاجة ولكنهم احسن من اللي قبله ماشي. فيعني بصراحة الشخصية دي جامدة قوي، بالذات المرة الأخيرة دي. نايس نايس يعني. في شخصيات وبص الانيميشن بص بيتنفس ازاي. فبصراحة شروط تعبان على اللعبة يعني، وتستاهل يعني بصراحة. اللعبة مش يعني اللعبة حرفيا دلوقتي اللي بيلعبوها اكتر من بيلعبوا شيندو لايف. اللي مش عارفين شيندو لايف معلش ما تكلمونيش يعني. ما اعرفش ازاي ما تعرفوش شيندو لايف. وندخل لك الشخصية اللي جاية ماشي. دي الشخصية اللي كلكم مستنيينها، شخصية أكازا عم الكل ماشي. فعامة يعني بص يا اندرا المصري هتبلع. بص اول مهارة معرفش ايه فايدتها، هوريها لكم دلوقتي ماشي. المرة التانية بتسرع الكليكات على ما اعتقد، عشان انا جربت الكليكات قبل ما اعملها كانت بطيئة ماشي. المرة التانية يعني هم بص هم ينفعوا ورا بعض في كومبو، لكن هم كده لوحدهم مش تحسهم قوي. بس بص يعني بص مرة أولى بص بتضرب من بعيد، يعني المرة التانية يعني بتدوسها هي بتضرب بوكسات ليه بعيد، فلازم عشان تشوف المرة الأولى خليه يبعد عنك واضرب المهارة هتلاقيها جت فيه ماشي. المهارة التانية دي بيقعد يدب على الأرض برجله، فنايس
ماشي. معرفش تصوير قطع تاني ليه. ماشي. عامة ده ريب اندرا المصري برضو. ماشي. ولكني دخلت له بالفليم. ماشي. الفليم برضو باظ زي ما قلت لكم في نص التصوير يعني. يعني ده رجعت لكم تاني بقى من المونتاج بقى. ماشي. فبكلمكم دلوقتي من المونتاج. بص يا اسطى، بص الفيلم بجد يعني. بص يعني نايس بصراحة. بس المهارة أولى مش بتشتغل غير لو حد معاك. بس أنا هقول لكم بتعمل إيه. عامة تبعد اللي قدامك عنك وتروح رايحة عليه، يعني بتضربه بعيد وتروح رايحة عليه تاني وتروح عاملة انفجار عنده. يعني بصراحة المهارات كلها حلوة. ماشي يعني. بالذات يعني بص مهارات تانية هوريها لكم تاني عشان ايه. دي رينج بتضربه اعتقد. ودي زي بقية المهارات بتقعد تضربه كليكات كتير. فالفيلم شخصية حلوة بس الساوند احلى بصراحة كليجندري. ماشي. ولكن المهارة الأولى دي حلوة يعني حلوة. أنا بس عشان هي مش موجودة مقدرش أعملها دلوقتي فمش عارف أوريها لكم. بس هي كمهارة كسكيل حلوة. ماشي. فترتيبي ليهم كان من الأفضل أحسن واحد الشوكا ويف ده، بعد كده الساوند، بعد كده الفيلم، بعد كده أوحش واحد اللي هو الإيبك اللي معايا ده. فبس كده كان معاكم كده ليفين. ما تنسوش تحط اشتراك وسلام.